وقت اللي ما تملك حاجة وانت ماسي حب البلاد تهيالك الثورة نجحت بس فشلت من الفساد اللي قلبوا الخضر بالمنظر كلا المظلوم كيف ما هو ما زال العقل متخضر واخرى اليوم زادوهم قوة مالاش هو طحن ماسك الكلاش ويقول بوليس مداير استيقف في الشارع عازق طرحك العريس وفي وقت اللي الثوار التميوا في الحيشان كملت عزلتهم تلقى حالة الجنقل فرحانين وسطك حاجتهم اما الصح من اللي حاسبهم والغلط طول عمره وارد اما انا ماني حاسدهم كارههم اكثر من واجد اكثر من كرهيل معمر اكثر من كرهيل الشرطة اكره ما نكره البلاد مني فاشك كان جات السلطة ماني عارف كان هي الفطرة ميزة من ربي مخصوص بس اللي عارف انها من العبرة تاخذ تتعلم دروس اصلا قال لك كان جاتك فكرة معناها يجنك الوف يا بالك كيف تكتب الكلمة من دون ما تكتب حروف ما لا اشوف بخط باسمي مشواري كل التاريخ اسطورة فكرة للشعب الليبي ياخذها بصوت وصورة ياخذها مني بمقدورة يا حكومة راسي براسك مين تبان عندنا الصورة انا نقولها انا نلعب راسك قاعد واقف ثابت بس ماني عاصب عيني ومش ساكت على اللي صاير قدامي في بلادي لازم نحكي ولابد اني نطلع صوتي حتى لو كان هاف الدوب دوب الشارع بس الحق الشارع هو اللي محسوب في كتاب الماضي بين قوسين في عهد معمر الدجال تلقاه في كتابه كاتب هالطحالب في كل مكان تتحلب تتسلحب تدلعب تلعب بافكارك والعب كانك كنت اللعب معايا معناها انزل لي في الملعب لك بان انا مجرد شاب بس نملك حق اني نكون معارض للدوله لذلك ما يسقب لي حد في رايي انا حر في مصيري دير لي كيف ما تبي دير لي دير لي عند اخر نفس نقول هلك تبا لك معانا الحق ومعانا الباطل واللي يستهبل نقول هلك راك تدهك المره اخرى كان جبت اسمي بالعاطل لا على البال ولا على الخاطر الدوله يحكمها كلاش خلك باطل خويا المواطن انقتلت في نص 12 الثوره وضحت باش تطلع الصوره خويا احلى من قبل باش يعرف العالم كله شنو بيك وشنو الامر غير احكي لي شنفك من عله وين الكسر بالجبر مرسومه الحسبه في الامله مدفوعه من اهل قبر مدفوعه بدم الشهيد اللي ضحى لاجل بلاده تعيد اللي ضحى لاجل بلاده تخدمنا التعليم تخدمنا الصحه اللي ضحى لاجل بلاده تقعد محكومه من نفس القوم اللي حكموا بلادنا من قبل شنفرقت غرزات الصوم وفخل العمله دير اللون بتاع تصريفات الدولار ضرب ذهب شفط بترول وجاي يشري جنبك تجار الثوار خلاص مدتهم الصلاحيه انتهت معاش في فايده من كم يبو اللي سكر فمه وسكت معاش بحدد بالحقيقه برموه بضخ الاموال ولا في باله شنو بيصير في الدوله من لعب فقوال من تغيير خويا فجواء دكتاتوريه بسلطان الخداع والتزييف بالاضاحي وبالقربان لذلك اختالوا اللواء لذلك اختالوا الحقيقه لذلك رد السيناريو بتاع مالكم اكس في امريكا لذلك نواقف نحب نقول لكم شن هي العله ان الفساد وصل في الدوله والسبب المجلس كله والسبب مش بس في غوغه والسبب مش بس في تربل السبب في عقول الشعب اللي عقله متهيأ مش يستقبل مش متهيأ مش يرسل عشان هيك يستقبل كل ما يطالب واحد بحقه يخاف الشعب ويوخر يخاف ويبدا يستنكر تقول حرف في القران يقولوا له ذنب واستغفر اعتذر عين السلطان سامحونا عين شيطان ما تحطش عقلك بعقله عشان هيك يبقى غلطان عشان صب طالب بحقه يبقى دك المجلس ساح ولا انا غالط في افكاري متشوش مش فاهم حاجه بس صدقني اسمع يا غالي كل واحد منا له فكره ولا حريه في التعبير يبقى المواطن حر في رايه حتى لو كان بالتحقير لان حريه التعبير تضمني ولو جزء بسيط اني ماشي في درب التغيير اني ماشي في نفس الطريق بس تقول لي ان كل واحد معارض يملك راي يفرق عن رايك يبقى خاين تبقى على الحريه الباي ويبقى الواي علاش لماذا حنشوفوا للثوره اعاده فقره بوقت ممكن ليش لان الشعب اللي بينادى من اول الثوره وقال معاش في خوف معاش في حدود معاش في جدار واقف قدامي معاش في حاجه اسمها سكوت معاش في حاجه اسمها تسيد قطعتونا بجو التمجيد قطعتونا تبقونا كونوا كيف ما في الاول عبيد معاش بنزيد معاش بنعيد والمعاوده بس للدقيق لان اللي ما يفهم مره كيف تفهم من ثانيه كيف اها يا كيف يا 2012 حرية التعبير في ليبيا في خطر لازم تفهم ان مش كل واحد يعرض الدولة معناها ضد الدولة ليبيا هاي امس سواد الزراك اليا واللي ما كيفي تحت الصفر خوك سوار عالمال واللي ما كيفي تحت الصفر